سلام. تلتزم الجزائر منذ الجامعة 15 نوفمبر المنصرم الصمت بشأن تحطم طائرة نقل عسكرية كانت متجهة إلى القاعدة العسكرية الجوية بتيمبو، وسقطت الطائرة وهي من طراز إليوشن AL-76 روسية الصلب في منطقة تابعة لولاية البيض. كانت تحمل أعضاء من ميليشيات البوليزاريو ومدربين عسكريين كوبيين بالإضافة إلى جنود جزائريين. وكان إبراهيم غالي قد استقبل على هامش مشاركته في احتفالات 1 نوفمبر في الجزائر نائب وزير الدفاع الكوبي الجنرال خواكين كوينتاس سولا، حيث ناقش الطرفان آخر التطورات في القضية الوطنية والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الجبهة الانفصالية البوليزاريو. بعد هذه الزيارة أعلن معارضون جزائريون عن وصول مستشارين عسكريين من كوبا إلى مخيمات تندوف لتقديم خبراتهم لأعضاء البوليزاريو. وفي الجزائر أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجنرال الكوبي قد أجرى أيضا محادثات مع رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة في عداء مستمر ضد المملكة المغربية.